بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. مرحبا بكم في قناة كوسمو كويزين ديزاد. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. وصفة اليوم عبارة عن كيك إسفنجي أو موسكوتشو يومي بالياغورت بمقادير بسيطة وطريقة تحضير سهلة وسريعة، والنتيجة نتحصلوا على كيك إسفنجي طالع ومهوي وخفيف كالريشة. راح نستعمل علبة الياغورت ككيل نكيل به جميع المقادير. نتمنى لايك وبارتاج للفيديو واشتراك في القناة اللي مازالوا ما اشتركوش. هيا نمر مباشرة لمعرفة المقادير وطريقة التحضير. بسم الله وعلى بركة الله. اولا عندي علبة ياغورت وهذا هو المكون الاساسي في هذه الوصفة. وزنها 80 غرام بذوق الفراولة، وانت استعمل الذوق اللي تحب واللي يحبوه افراد عائلتك، مثل ذوق لافاني ولا ذوق الموز البنان ولا ذوق المشماش. المهم الذوق اللي يعجبك ويعجب افراد عائلة تاعك. اما بالنسبة للعلبة راح نغسلها ونشيحها مليح، راح نكيل بها ما تبقى من المكونات. في ريسيبيون حطيت 3 حبات بيض بحرارة المطبخ، ثم أضفت عليهم رشة ملح لتعديل الذوق. من ثم راح نضيف 2 علب من السكر العادي، هذه العلبة الأولى وهذه العلبة الثانية، سكر عادي سكر حبيبات. ثم أضيف ملعقة صغيرة من الفاني. راح نخلط هذه المكونات جيدا بالضرب الكهربائي حتى يذوب السكر مع البيض وتندمج هذه المكونات جيدا مع بعض، وأتحصل على خليط بقوام كثيف ويصبح لونه أبيض. بعد ما اندمج جميع المكونات مع بعض وذاب السكر مع البيض وتحصلت على قوام أبيض، هنا راح نضيف المكون الأساسي وهو الياغورت بذوق الفراولة. وانتي استعمل الذوق اللي تفضلوا وتحبوه ويحبوه أفراد العائلة تاعك. راح نكمل ندرب الياغورت مع الخليط الأول. جيس ما يندمج مع الخليط الأول أتوقف عن التضراب، ثم أضيف 3 علب من الفرينة، وهنا الفرينة راهي مغربلة. كما قلت لكم نضيف 3 علب، هذه العلبة الأولى، من ثم أضيف العلبة الثانية والعلبة الثالثة. أضيف مع الفرينة كيس خميرة الحلويات وزنه 10 غرامات. ثم ندرب الفرينة مع الخليط الأول على سرعة تكون متوسطة، ما تكونش سرعة عالية، حتى تندمج جيدا مع الخليط الأول. وفي المرحلة الأخيرة أضيف نصف علبة زيت نباتي للخليط، ثم أكمل الخلط بالضراب الكهربائي على سرعة متوسطة. بمجرد ما تندمج المكونات مع الزيت أتوقف عن الخلط. نحرك بسباتول الخليط لأتأكد بأن جميع المكونات اندمجت مع بعض وما بقاتش تكتلات أو حبيبات تاع الفرينة. وهذا هو المول اللي حنطيب فيها الكيكه والموسكوتشو. كنت دهنته بالمارغرين ورشيته مليح بالفرينه، قطره 22 سنتيمتر. وهذا الكميه تاع الخليط توالم المول قطره 20 حتى 22 سنتيمتر. وانت الى حبيتي تكبر الكيكه ضعف المقادير فقط. نحط الكيكه في فرن مسخن مسبقا على درجه حراره 170 درجه في الرف الوسط لمده تتراوح بين 20 حتى 25 دقيقه، ونشعل لها النار السفلية فقط، راح تطيب كيما لتحت كيما للفوق. وهذه هي الكيكة بعد ما طابت وخرجتها من الفرن. شوفوا كيف اكتسبت اللون الأحمر الجميل. راح نغطيها بسيرفيات لمدة 5 دقائق، هكا باه الصهد يولي يعاود يرجع على الكيكة، وراح نتحصلوا على كيك أكثر هشاشة وأكثر طراوة. وهنا بعد مرور 5 دقائق راح نفرغ هذا الموسكوتشو او هذه الكيكه في صحن، وراح تشوفوه كيف ما جا طايب كيما من التحت كيما من الفوق. هنا راح نقول لكم على بعض النصائح باش تنجحوا في هذا النوع من الموسكوتشو او هذا النوع من الكيك. لانه كاينين بعض الاخوات تقول لك انا طبقت الوصفه ولكن تحصلت في الاخير على موسكوتشو هابط ويجي معجن ومكدس من الداخل وما يجيش بنين. النصائح اللي راح نقولها لكم هي: اولا البيض لازم يكون بحرارة المطبخ، ما لازمش يكون بارد، وكذلك الزيت والياغورت، واذا استعملتي كيكة فيها الحليب هو ايضا لازم يكون بحرارة المطبخ، ما لازمش يكون بارد. اما الفرينة لازم ننخلوها على الاقل مرة، ويفضل 2 مرات، وهي وخميرة الحلويات باه نهويوها وما تبقاش فيها الحبيبات والتكتلات. واذا حضرتي كيكه اخرى دون الياغورت باه تتخلص من زفرة البيض، كاين وصفات نحطو فيهم الخل او برش الليمون او لافاني،
ونجهز الفرن، يعني نشعل النار على درجة الحرارة المناسبة ونخليه يسخن قبل بربع ساعة أو نصف ساعة قدام لنحطو الكيكة طيب. هنا نشعل النار السفلية فقط، الكيك عمره ما يطيب على نار من تحت ومن فوق. ونحط الكيك في الرف الوسط لكي لا يحترق الكيك من تحت وتستوي بسرعة وتبقى من فوق نية وتجي معجنة ومكدسة. والنصيحة الأخيرة، كي تحط الكيكة في الفرن الطيب ما تفتحش عليه الباب فرن مطلقا ل10 دقائق الأولى تاع الطياب تاعها. وهذه هي الكيكة اللي تحصلت عليها، وإذا اتبعتي جميع النصائح اللي قلتها لكم حتتحصل على نفس الكيكة اللي حضرتها. كيكة تجي إسفنجية طالعة ومهوية وخفيفة كالريشة. نقولوا بسم الله ونقسم معاكم قطعة باه تشوفوها من الداخل كيف جات، وكذلك تشوفوا مصداقية الوصفة. والريحة هنا ما نقدرش نوصفها لكم. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن كيف جات طايبة وهشيشة وجات طالعة وجات مهوية. كما راكم تشوفوا جات كيكة اسفنجية وما جاتش معجنة من الداخل وما جاتش مكدسة، جات تشهي. نقول لكم حرفيا تعدات مرحلة اللذاذة. لازم تجربوها بالصحة ان شاء الله. جربوا هاد الوصفة وقولوا لي في لي كومونتير واش رايكم فيها. وهاد الوصفات والم بزاف الناس اللي يحبوا الوصفات الناجحة دون كثرة المقادير ودون تعقيدات. وهذه هي النتيجة اللي تحصلت عليها، على كيك أو موسكوتشو إسفنجي طالع مهوي خفيف كي الريشة، خفيف كيما القطن، والمذاق رائع رائع جدا. أما بالنسبة للمقادير فهي بسيطة وطريقة تحضير سهلة وسريعة. ممكن نعتمد هذه الكيكة لشرب القهوة والحليب في الصباح والمساء، وكلمجة للأطفال يديوها معهم للمدرسة. وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبتكم الوصفة واقتنعتوا بها دعموا القناة بالاشتراك والإعجاب والبرتاج، لأنه هذه القناة راح تكبر بكم ومعاكم إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.